السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ اخباركم؟ طيب بخير؟ معكم شيف يوسف، اهلا وسهلا بكم على قناتي. اكلتنا اليوم المسخنه الفلسطيني. يلا نبدا مع بعض. عندنا الخل، وعندنا زيت الزيتون والملح والفلفل الاسود، ورقه الغار، المكعب الماجي، الهيل والبابريكا، السماق. طبعا السماق بيكون 1 طن. وعندنا البهارات المشكل. ونبدا الاساسي الخبز، وعندنا طن بصل، وعندنا دجاج المركب. ركزوا لي على طن البصل، وركزوا لي كمان على طن السماق. نحط الخل، وهذا هو طن السماق، وهاي الملح، وهاي البابريكا، بهارات المشكل، الهيل المطحون، زيت الزيتون. تعتمون آخر بصل. وهذا عندنا 1 طن بصل. وهذا هو زيت الزيتون، ورقة الغار، وعندنا الكمون عشان نفخة المعدة. قبلنا الدجاج، نضيف عليه على البصل دايركت. اوه يا دمار يا دمار. حركها شوية ونغطيه، وهاي نغطيها. نشيل الدجاج نحطها بالفرن. طن سماق بهاي الطريقة، زيتون نضيف عليه، والآن نعطيه مساج شويتين. نحطها بالفرن. اسمع الصوت. نصفي البصل من المرقة. نعم، بعد ما صفينا البصل المرقة فصلناه مع بعض. هاي عندنا البصل جاهز، وهاي المرقة تمام. ونبدأ عاد الخبز. أول شيء نبدأ نغطس الخبز. نحط البصل. أكيد حتفكروا ليش غطست أطراف فقط ما غطستها كلها. السبب لأن البصل فيها مرقة مع بعض. يلا نبدأ نحطها بالفرن مع بعض. التحمير. سمار يا حركات. حلو. حطينا طن سماق، واستمرينا على السماق. لمسة الأخير الزيت الزيتون. هيك حنكون خلصنا المسخنة الفلسطيني. شوفوا ما أحلاها. شوف، تحية لأهلنا الفلسطين. إن شاء الله النصر يكون قريب. يلا سلام، دمتم سالمين، وتابعوني على صفحة الشيف يوسف وعلى الفيديوهات الجاية. بأمان الله.